شيكابالا حط التاتش قبل ما يطلع من أرض الملعب، شاور لجمهور الأهلي على الساعة وعمل علامة الفلوس، قال يعني الأهلاوية فايزين بالساعات والفلوس. ده جزء من اللي قاله عدد من الجمهور على لقطة شيكا الأخيرة في نهائي كأس مصر. هل ده ليه علاقة بالجوائز المقدمة من المستشار تركي آل الشيخ الكبيرة للنادي الأهلي؟ طيب إيه رد الأهلاوية عليه؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. في واحد من المواقف الغريبة ظهر كابتن شيكابالا نجم نادي الزمالك وهو بيشاور على ايديه كأن في ساعة، وعمل برضه علامة الفلوس، كل ده قصاد جماهير النادي الأهلي في السعودية. اللقطة دي كانت غريبة وعليها علامات استفهام كتيرة من الجماهير اللي حضرت المباراة. وبعيدا عن اللقطة دي لشيكابالا فكان في مشاهد تانية مهمة جدا في المباراة، أهمها طبعا الجوائز واللي كانت بالملايين. عندكم مثلا إمام عاشور هيطلع من المباراة دي بأكتر من 50,000 دولار، دي جايزته علشان هو نجم المباراة النهاردة. والجايزة التانية الأهم هي الدرع الذهب. سبق وكشف المستشار تركي آل الشيخ على فيسبوك عن الدرع المقدم بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في الرياض، وكمان القيمة المالية لجائزة تركي آل الشيخ. وبالنسبة للجوائز المالية بقى، يحصل كل فريق من الأهلي والزمالك على مبلغ 100,000 دولار نظير المشاركة. كمان حصد فريق الأهلي الفائز باللقب بمبلغ 350,000 دولار بالإضافة ل 500,000 دولار إضافية، في حين يحصد الزمالك الخاسر في هذه المواجهة مبلغ 150,000 دولار فقط. وكده تكون إجمالي المبالغ الكبيرة للنادي الأهلي المتوج باللقب وصلت ل 950,000 دولار، بينما الوصيف يحصد 250,000 دولار. وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر في دور ال 32 بهدف سجله حسين الشحات، وفي دور ال 16 فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرستاو ومحمد مجدي قفشة، وفي الدور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدف الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي. وفي النصف النهائي فاز على إنبي ب3 أهداف دون مقابل، أحرزها علي معلول ومودست وإمام عاشور. في نفس الوقت دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وده بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة عقب الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة فقط، ولم يتلقى الهزيمة. إنما بقى على مستوى الدوري الممتاز خاض أبناء ميت عقبة 10 مباريات في المسابقة حتى الآن وحصد 15 نقطة بواقع 4 انتصارات، آخرها كان أمام الداخلية من أيام قليلة و3 تعادلات وزيهم هزائم. انتم بقى قولوا لنا كمان ايه رأيكم في تصرف شيكابالا في المباراة؟